إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، وهو أول خطوة إلى الآخرة، فمن مات قامت قيامته. قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فدارنا أمامنا، وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا. أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة والعتاة الأول؟ أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول، ركنوا إلى الدنيا الدنية وتبوأوا الرتب السنية، حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية. إنما أعظكم بواحدة: كم ظالم تعدى وجار، وما راعى الأهل ولا الجار. أين من عقد عقد الإصرار؟ حل به الموت فحل من حلية الإزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن. لو رأيته قد حلت به المحن، وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب راحل. يا سالكا طريق الغافلين، ويا راضيا بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. إني سألت الترب بعد ما فعلت، بعدي وجوه فيك متعبرة، فأجابني: صيرت ريحهم تؤذيك بعد روايح عطرة. وأكلت أجسادا منعمة، كان النعيم يهزها نظرة. لم يبقى غير جماجم تعرت، بيض تلوح وأعظم نخرة. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما خلا كل في لحده مع العمل؟ أين من تنعم في قصره؟ أليس في قبره نزل؟ أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، وتذكر إنما أعظكم بواحدة: رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام، فقال له: كيف أنت؟ قال: ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون، وأنتم تعلمون ولا تعلمون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. أين أثر المواعظ؟ أين أثر المواعظ والآيات في قلوبنا؟ أين أثر كلام الرحمن في حياتنا؟ إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. والله وأقسم بالله، من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف، ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها، ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. تفكروا أحبتي وتيقنوا، تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه، أن الموت حق لا بد منه.